السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى ونزلنا لكم بفيديو جديد. طبعا هنتكلم النهاردة عن الكورة. الحلقة دي مخصوصة طبعا عن الكورة وعن لعيب في الزمالك. طبعا من غير ما انا اقوله انت عارفين انا هتكلم عن ايه. هتكلم النهاردة عن زيزو. خلاص خلص كل حاجة وخلاص هيروح النادي الاهلي، و بأربع سنين. خلاص عمل العقد، كتب العقد بتاعه وخلاص. طبعا زيزو في النادي الأهلي ومضى على 4 سنين. الحكاية مش كده، الحكاية مرتضى منصور نازل بيتكلم بيقول خلاص نادي الزمالك وجع، نادي الزمالك انتهى. مش هو زعلان على زيزو، لا، هو نازل بيقول، طلع في لقاء وانا عملت الحلقة دي مخصوص لزيزو. طلع في لقاء واتكلم، قال نادي الزمالك خلاص انتهى، دلوقتي مفيش غير النادي الاهلي وصفقاته، وباذن الله البطولات اللي جايه للنادي الاهلي جامده جدا. طبعا قاعد يتكلم مرتضى منصور طبعا برضه مقهور عن زيزو يا جدعان. يعني مرتضى منصور نازل بيتكلم كتير في لقاءات، ونازل بيقول الحوار مش زيزو انا زعلان عليه، انا زعلان على نادي الزمالك. صراحة عنده حق يزعل على نادي الزمالك. النهارده نادي الزمالك يا جدعان في الكونفدرالية طبعا خسر 1-0. الزمالك بينتهي. طبعا طلع واتكلم على زيزو شخصيا. مرتضى منصور طلع واتكلم على زيزو شخصيا وقال احنا ما زعلانينش اللي هو راح النادي الاهلي، هو زعلان على نادي الزمالك، زعلان اللي انتهى. ان مرتضى منصور ده جدعان زملكاوي صميم زي ما بيقولوا. فطلع واتكلم وهو قاعد يتكلم برضه عن زيزو وراح الاهلي ودي. يا عم انت الاهلي جامد جدا، الاهلي بيعرف يجيب لعيبه من كده، يعني مش زي ما يقول بيشفطهم شف. فمش غريبه يعني اللي هو زيزو يروح فين؟ النادي الاهلي. ما هو خليك في امام عاشور، خليك في بن شرقي، 3 دول كانوا في النادي ايه؟ الزمالك. وهو زيزو خلاص مضى على 4 سنين في النادي الاهلي. فاللي هو نازلا بيتكلم زعلان، فزعلان قوي. يعني هو مرتضى منصور زعلان على نادي الزمالك وجع. بصراحة هو نادي كبير، يعني نادي عايزين اللي احنا نتكلم بصراحة، هو نادي كبير ونادي بصراحة وجع. فياريت تدعمنا بلايك في الفيديو ده واشتراك في القناة لو انت من محبين وعشاق النادي الاهلي او نادي الزمالك. ياريت اللايك بتاعك الجميل، وهنزل لك بكل الفيديوهات لو اتلاقيت فيه دعم لزيزو باذن الله هنزل الجزء الثاني برضه لزيزو. بس انا لو اتلاقيت فيه دعم في الفيديو ده في بداية ولا اخر الكلام اللي احنا هنقوله، عشان ده بس نهاية الفيديو، انا مش هطول عليكم اكتر من كده. فمرتضى منصور راح للرئيس نادي الزمالك وبيتكلم معاه في مفاوضات يعني وحاجات زي كده. بصراحة انا اللي سمعت اللي هو راح لرئيس نادي الزمالك وبيتكلم معاه مرتضى منصور. هو ما بيتكلمش عن زيزو بس، لا، هو بيتكلم عن الزمالك. وجع الزمالك. وخلاص كل اللعيبة يعتبر ماشيين، يعني اللعيبة اصلا الجامدة اللي في نادي الزمالك خلاص بيصفوا. اللي بيروح الاهلي اهو زيزو خلاص 4 سنين في الاهلي. في برضه لعيبة كتيرة جامدة، معرفش الونش متهيألي برضه هيروح الاهلي هيمضي، ومصطفى محمد اعارة هيروح الاهلي، معاك تريزيجيه. يعني النادي الاهلي هينزل هيدغدغ اي فرقة. فلو انت من محبينه وعشاقه ياريت اللايك وكومنت حلو تقول رأيك. زيزو المفروض
او هو قاعد في نادي الزمالك ولا يروح الاهلي. برضه انا عايز ايه كلامكم. وبرضه هقول كلمة برضه لمرتضى منصور. عايز اقول لك حاجة، اللي انت طلعت من نادي الزمالك فالمفروض ما تقعدش ايه تهاتي وتتكلم على زيزو ومش زيزو. فالنهارده كلامنا كان على مرتضى منصور وزيزو، وبإذن الله ألاقي الفيديو ده يطلع في الكومنتات جامد جدا، وأشوف كومنتاتكم واحد واحد. وبإذن الله لو اتلقيت فيه تفاعل هينزل الجزء الثاني لزيزو بإذن الله. فده يكون نهاية الفيديو، انتظرنا في فيديو جديد. سلام.